القاهرة 2050. السماء صافية وأضواء الأقمار الصناعية بتلمع زي النجوم. في مرصد حلوان الفلكي الدكتور أحمد 45 سنة بيراقب شاشة الكمبيوتر بتركيز، بيلاحظ ذبذبة غريبة جاية من الجانب المظلم للقمر. بيفرك عينه وبيفتكر إنها مجرد خطأ في البيانات. بيقول في نفسه ده أكيد خلل في النظام، بكرة هفحصه. في نفس اللحظة رنين تليفون بيقطع هدوء الليل، المتصل من مركز ناسا. أحمد بيرد على التليفون وهو قلبه بيدق بسرعة. المتصل هو ماري، عالمة في ناسا. صوتها مهزوز وهي بتقوله إن كل المراصد حول العالم رصدت نفس الذبذبة من الجانب المظلم للقمر. بيقطعها وبيقول إنهم لازم يبلغوا وكالات الفضاء العالمية. ماري بترد بخوف: إحنا بالفعل بلغناهم بس مفيش حد عايز يصدق. بيقولوا إنها مجرد موجات صوتية ناتجة عن الأقمار الصناعية بتاعتنا. بعد المكالمة أحمد بيعرض قدام شاشة الكمبيوتر تاني. بيقرر يعمل محاولة أخيرة علشان يفهم الظاهرة. بيظبط التلسكوب علشان يركز على منطقة محددة في الجانب المظلم. فجأة بيظهر ضوء أزرق خافت بيبدأ يكبر بسرعة. الضوء ده مش طبيعي، كأنه بيتكون من طاقة غير معروفة. أحمد بيبص على الشاشة بصدمة ورعب. الضوء الأزرق بيبدأ يتحول لشكل هندسي غريب، مش سفينة فضاء زي ما نعرفها. الأشكال دي بتتحرك بسرعة فائقة وبتخرج من الجانب المظلم للقمر. أحمد بيكتشف إنها مش مجرد سفن، ده أسطول ضخم من المركبات الفضائية اللي بتبدأ تاخد مسار ثابت في اتجاه الأرض. أحمد بيفهم إن ده مش خلل، دي بداية الغزو. الرعب بيتملكه وبيجري بسرعة ناحية تليفون الطوارئ. أحمد بيرفع سماعة تليفون الطوارئ وبيضغط على زرار واحد، وده بيطلق صافرات الإنذار في كل مركز فضائي في العالم. الصوت بيبقى عالي جدا زي صوت صرخة رعب عالمية. في المشهد ده بنشوف لقطات سريعة من مراكز التحكم في موسكو وواشنطن وبكين، كلها بتشتغل على أقصى سرعة. الناس بتجري في الممرات وشاشات الكمبيوتر بتعرض نفس الرسالة: غزو فضائي قادم. الفوضى بتنتشر بسرعة في شوارع المدن. الناس بتبص للسماء، شايفين نقط زرقاء صغيرة بتكبر بسرعة. الراديو والتلفزيون بيبدأوا يعرضوا نشرات إخبارية عاجلة وبيطلبوا من الناس إنهم يستخبوا. في شوارع القاهرة أحمد بيجري في الزحمة بيحاول يوصل لبيته. السيارات بتخبط في بعضها والناس بتصرخ. السفن الأم الفضائية بتوصل لغلاف الأرض الجوي. السفن دي عملاقة لدرجة إنها بتغطي جزء كبير من السماء. شكلها غريب زي أخطبوط معدني بيتحرك ببطء. الناس على الأرض بيشوفوا الظلام بيغطي الشمس تدريجيا. الأطفال بتصرخ والناس بتجري في كل اتجاه. أحمد بيوصل لبيته أخيرا وبيطلع يجري لمراته وبنته الصغيرة. من السفن الأم العملاقة بتخرج سفن أصغر زي سرب من النحل. السفن دي بتنزل على المدن وبتطلق أشعة ليزر قوية بتدمر كل حاجة قدامها. المباني بتنهار والسيارات بتنفجر وكل حاجة بتتحول لرماد. أحمد بيشوف من شباك بيته سفينة فضائية بتمر فوق راسه، وبيشوف شعاع ليزر بيدمر الشارع. بيشد مراته وبنته وبيجروا بيهم على بدروم البيت. أحمد وعيلته بيستخبوا في البدروم وبيسمعوا صوت الدمار فوقيهم. الصوت بيكون عالي جدا لدرجة إن أذانهم بتوجعهم. بيبدأ يفكر في حل. بيفتكر إن كان في ملجأ سري تحت الأرض في الصحراء، وعلشان يوصلوا لازم يخرجوا من البيت ده. بيبص لمراته وبنته بيحاول يطمنهم وبيقول لهم: هنخرج من هنا، ما تخافوش. أحمد بيفتح باب البدروم ببطء وبيطلع راسه علشان يشوف الشارع. الشارع عبارة عن حطام، المباني مدمرة والسيارات بتتحول لرماد. بيشوف سفينة فضائية صغيرة بتطير بعيد وبياخد قرار وبيقول لمراته: يلا بينا، مفيش وقت نضيعه. بيجروا بسرعة بين الحطام، بيحاولوا يتجنبوا الخطر. بيشوفوا ناس بتستخبى في كل مكان والدمار حواليهم.
أحمد وعيلته بيوصلوا لحدود الصحراء وبيلاقوا سيارة قديمة مهجورة، بيشغلها بصعوبة وبيبدأوا رحلتهم. في الطريق سفينة فضائية بتلاحظهم وبتطاردهم. أحمد بيسوق بسرعة جنونية، بيحاول يتجنب شعاع الليزر. الرمل بيطير وراهم والعربية بتتحرك يمين وشمال. مراته بتصرخ من الخوف وبنتهم بتعيط. بعد مطاردة طويلة أحمد بيوصل للملجأ السري. بتبقى فتحة صغيرة مخفية وسط الصخور. بيوقف العربية بسرعة وبينزل هو وعيلته وبيجروا ناحية الفتحة. سفينة الفضاء بتلحقهم وبتطلق شعاع ليزر، بس بيقدروا يدخلوا الملجأ في آخر لحظة. الباب الحديد بيتقفل وراهم وصوت شعاع الليزر بيختفي. المشهد بيتنقل لداخل الملجأ المظلم. أحمد بيلاقي كشاف قديم وبيشغله. النور بيكشف مكان كبير مليان أجهزة قديمة وخرايط. على الحائط بيشوف صورة قديمة لأبوه مع مجموعة من العلماء. بيفهم إن أبوه كان جزء من مشروع سري. في نفس اللحظة راديو قديم بيشتغل فجأة وصوت ضعيف ومتقطع بيطلع منه. أحمد بيقرب من الراديو وبيسمع صوت أبوه بيقول في التسجيل إنهم اكتشفوا موجات غريبة من الجانب المظلم للقمر، وإنها مش موجات طبيعية لكنها إشارات عداء من كائنات ذكية. بيوضح إن الكائنات دي بتتضايق من موجات الأقمار الصناعية وإنهم هيهاجموا الأرض في يوم من الأيام. أبوه بيحذره إنه لو حصل الهجوم لازم يلاقوا طريقة لإيقاف الأقمار الصناعية علشان الكائنات دي ترجع. أحمد بيبص حواليه في الملجأ، بيشوف شاشة كمبيوتر كبيرة مكتوب عليها التحكم المركزي. بيقرب منها وبيلاقيها إنها بتعرض خريطة كاملة بالأقمار الصناعية حول العالم. بيفهم إن ده مكان التحكم في الأقمار الصناعية. بيطلب من مراته إنها تساعده في تشغيل الأجهزة القديمة. بيشتغلوا مع بعض وبيحاولوا يشغلوا السيستم. أحمد ومراته بيواجهوا صعوبات كبيرة في تشغيل السيستم. الأجهزة قديمة جدا وبتطلع شرارة ودخان. في نفس الوقت بيسمعوا صوت خطوات بتخبط على باب الملجأ من بره. صوت الخطوات دي مش صوت إنسان، صوتها غريب. أحمد بيبص لمراته بخوف وبيفهم إن الكائنات الفضائية وصلت. بيضغط على زرار أخير وبيشوف الشاشة بتشتغل. الشاشة بتعرض كلمة جاري الإرسال. أحمد بيضغط على زرار أخضر وبتبدأ إشارة قوية جدا تطلع من الملجأ. الإشارة دي بتتنقل لكل الأقمار الصناعية حول العالم. الناس في كل مكان بيبصوا على شاشاتهم وبيشوفوا علامة غريبة بتظهر عليها مكتوب عليها إيقاف التشغيل. الإشارة بتوصل لكل الأقمار الصناعية وبتوقف عملها كلها. بعد ما الأقمار الصناعية بتطفي، السفن الفضائية اللي في السماء بتبدأ تتلخبط. الأشكال الهندسية بتاعتها بتتغير وبتتحرك ببطء شديد. الأشعة الليزر اللي كانت بتدمر كل حاجة بتبدأ تضعف وبعدها بتختفي تماما. أحمد بيطلع من الملجأ بحذر وبيشوف السفن الفضائية بتبدأ تتراجع. السفن الفضائية بتتراجع كلها وبتخرج من غلاف الأرض الجوي. الظلام اللي كان بيغطي الشمس بيختفي والنور بيرجع تاني. أحمد بيخرج من الملجأ وبيبص للسماء، بيشوف القمر منور زي الأول. بيحس براحة غريبة كأنه رجع للحياة من جديد. الناس بتبدأ تخرج من أماكن الاستخبة وبتبص للسماء شايفينها فاضية. أحمد بيبص لابنه وبيحضنها. بيعرف إنه أنقذ العالم بس بتمن غالي. المدن مدمرة والناس فقدت بيوتها. بيمشي في الصحراء مع عيلته متجهين نحو مدينة القاهرة اللي بقت مجرد أنقاض. بيبص للسماء عارف إن الخطر ممكن يرجع لو الأرض رجعت لأسلوب حياتها القديم. النهاية مش نهاية، دي بداية جديدة لعالم مختلف. لو عايز تعرف باقي الأسرار وتكتشف كل الرعب اللي مخفي، دوس على زرار اللايك واشتراكك في قناة دارك تيلز. مش بس هيدعمنا، ده هيخليك أول واحد يعرف عن كل الغموض الجديد. وفعل الجرس، خليك صاحي، خليك مستعد قبل ما الظلام يرجع، قبل ما اللي مخفي يظهر. الرعب لسه مخلص. كل اللي حصل ده من قناة